ليه في ناس بتتغير وناس تانية ما بتتغيرش؟ أولا في نوعين من التغيير. خلينا نقول إن التغيير الأول ده تغيير ظاهري حماسي لحظي أو ممكن نسميه أي حاجة، وفيها الشخص بيقول كلمات زي إن أنا من بكرة هتغير، من بكرة بهجة تاني خالص، هلتزم بالدايت، هبطل أعمل كذا، مش هشرب، مش هتفرج، وفعلا بيعمل ده ويقعد شوية ويرجع تاني. في التغيير الأول الشخص بيبقى عنده مفهوم عن التغيير إن هو لحظة إلهية هتنزل أو إرادة قوية هتخليني إن أنا هتغير في لحظة، مش ان التغيير رحلة هياخد وقت. التغيير التاني ممكن نسميه تغيير حقيقي او تغيير جذري، وجذري علشان احنا بنبص للروتس بتاعت المشكلة او جذور المشكلة مش الفعل اللي احنا بنعمله. فلو انا بعمل فعل معين او سلوك معين ببقى فاهم ان السلوك دي الحاجة اللي باينة على السطح، ولكن تحتها في مشاعر وتحتها في افكار. ناخد مثلا مثال الدايت او الاكل، وتحديدا الايموشنال ايتنج او البنج ايتنج. الحته دي ديب شويه بس انترستنج. انا ببص في الاول على الفعل اللي انا بعمله. طب انا باكل بشكل ايموشنال، طيب امتى باكل بالشكل ده؟ لما بحس مشاعر ايه؟ بحس مشاعر توتر، بحس مشاعر غضب، ولا احس مشاعر ايه؟ فبشوف ايه الافكار اللي موجوده مع الشعور ده. في معظم الحالات بيكون في افكار زي ان انا مش هقدر امانج التوتر اللي انا حاسه، فانا محتاج مصدر خارجي يساعدني على ده. الافكار دي مش بتبقى موجوده بشكل صريح، مش بتقولك ان انا فكره وبقول كذا كذا، لا، هي الفكره بتبقى عباره عن صوره عن نفسي موجوده جوه، بتحرك جوايا مشاعر بشكل اوتوماتيك. انا عندي فكره ان المشاعر اللي انا حاسسها انا مش عارف انظمها، مش عارف اتعامل معاها، فانا محتاج حاجه خارجيه تساعدني ان انا اتعامل مع المشاعر اللي انا حاسسها. فبروح اكل، بروح اشرب مخدرات، بروح اشرب الكحول، بدور على اي حاجه خارجيه تساعدني ان انا امانج مشاعري، عشان انا عندي فكره ان انا مش هقدر اعمل ده. فانا اولا ببدا اشوف الافكار وببدا اتعامل معاها، بشوف الافكار دي هل هي حقيقيه ولا لا. طب لو هي حقيقيه وانا مش عارف امانج مشاعري، طب ما اتعلم ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها تساعدني ان انا امانج مشاعري. فببدا رحله طويله شويه فيها ابس اند داونز. انا قاعد من اول وجديد بشوف صورتي عن نفسي عامله ازاي، طب ازاي اتعامل مع المشاعر اللي انا حاسسها، طب انا ليه اصلا حاسس بالمشاعر دي، وهل المشاعر اللي انا حاسسها دي متناسبه مع اللي حاصل جوايا، ولا دي مشاعر قديمه، ولا ايه اللي بيحصل جوايا. فده اللي بيخلي في ناس فعلا تتغير بشكل حقيقي، لان هم غيروا الروت كوز او السبب اللي بيسبب السلوك اللي هم بيعملوه او الفعل اللي هم بيعملوه، وناس تانية ما اتغيرتش لانهم هاجموا السلوك نفسه او الفعل نفسه من غير ما يدوروا وراه ايه المشاعر والافكار اللي موجوده.